السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف مع بعض التو كاتيجوريز المتبقيين، هنلعبهم ضد بعض عشان نعرف ايه احسن كاتيجوري او ايه احسن استراتيجي جوه كل كاتيجوري. هندخل على الكيوتك هنا ويلا بينا نضيف كل الاستراتيجيات بتاعتها ونبتدي ان احنا نعمل ران للسيميوليشن. هنلاحظ ان الباترن بريكر هنا جت رقم 1، والاوبوزيت جه رقم 2، والدايناميك اوبوزيت جه رقم 3. بس ده مش دايما، بمعنى ايه؟ ان الباترن بريكر في الغالب بتبقى رقم 2. لو جيت عملت سيميوليشن دي تاني، خلينا نجرب كده. خلينا نجرب ونعمل الباترن بريكر مرة كمان، لان هي على حسب الراندمنس الخاصة باستراتيجية الراندم. لو الراندم كانت في صالح الباترن بريكر هتخليها تفوز، لو كانت في صالح الاوبوزيت هتخليها تفوز. في الحالتين كانت في حالة الباترن بريكر مش حالة الاوبوزيت، ولكن بما انها عشوائية فانت بتتكلم ان الباترن بريكر والاوبوزيت هما الاتنين دول افضل استراتيجيتين جيف اور تيك، شغالين يعني يبادلوا الاماكن مع بعض. مرة كمان اهيت فور جود ميجر، ويلا نشغلها. فازت برضو الباترن بريكر، ما علينا، لكن انت لما تيجي تشغلها ما تتفاجئش لو كانت هي الاوبوزيت. طيب عندنا برضو الاوبورتيونستيك، هم 3 بس، واعتقد الاوبورتيونستيك البسيط خالص هو اللي هيفوز. بالفعل هو اللي فاز، لانه منتهازي، ما فيش فيه اي كونفيجريشن، ما بيرحمش، وهم اصلا 3 فمش هيرحمهم. طيب ماذا يحدث لو شغلنا الادابتيف استراتيجيز او استراتيجيات القاده يعني كلهم مع بعض؟ هل الليرنينج استراتيجي with 2 threshold هي اللي هتفوز ولا لا؟ خلونا نشوف. انا اعتقد انه لا، لان هم ما بيلعبوش مع عوامل خارجيه غداره او طيبه او اي حاجه، هم بيلعبوا ادابتيف تو ادابتيف بس، فممكن حاجه تانية تفوز. واعتقد برضو ممكن learning strategy number 1 with one threshold. في الحالة ديت جابت النتيجة المتوقعة، learning strategy رقم 1 والبافلوف، وبعد كده learning strategy اللي هي 2 of threshold 2. طيب ما علينا. يبقى عموما بالنسبة للادابتيف استراتيجيز انت ما بين الليرنينج استراتيجي with one threshold او 2 threshold او البافلوف. طب انت عاوز تعرف انه افضل واحدة، لازم تشغلهم كلهم مع استراتيجيات خارجية. بس قبل ما نعمل ده خلينا الاول نشوف ايه اسوأ استراتيجيات في الاستراتيجيات الادابتيف. الترند ديتكتور اسوأ حاجة، فما تحاولش ان انت يعني تتوقع الترند، لان الترند في حاجات كتيرة جدا بتأثر عليه. الترند ممكن يقف مرة واحدة. يعني انت لو حاولت ان انت تبني مثلا بيزنس موديل بتاعك خاص على البضاعة مثلا او الحاجات الترند، انت ممكن على ما تروح تجيب البضاعة من الصين وتيجي تبيعها مثلا هنا تلاقي ان الترند ده راح وانت لبست البضاعة مثلا. فما تشتغلش خالص بالترند ديتكشن حتى لو انت عاوز تعمل شغل جامد يعني. وطبعا الريفرس بافلوف، البافلوف هي طبعا احسن حاجة او تاني احسن حاجة، فالريفرس بافلوف اكيد هتبقى اسوأ حاجة او تاني اسوأ حاجة. soft majority learning strategy كل ده تمام. خلينا بقى نشغل الادابتيف، واحدة من الادابتيف كده اللي هي learning strategy number 1 مع كل الريتالياتوري، ونشوف مين اللي هيفوز. الليرنينج استراتيجي 1 تي هي اللي فازت، مع ان دولت كلهم ريتالياتوري. مع ان هم كلهم ريتالياتوري. طيب مع ان هم ما بيأذوش في الاول، ما بيأذوش في الاول، ولكن ممكن وجود واحدة بس جواهم يعني تأثر على المسار بتاع المحاكاة كلها، وبالتالي تصعد الاستراتيجية اللي بتتعلم. اذا وسط كل الناس، ودي معلومة مهمة، وسط كل الناس اللي بياخدوا حقهم وما بيسكتوش عن حقهم، الاستراتيجية اللي بتتعلم من أخطائها برضه هي اللي بتفوز. يعني learning strategy with one threshold بس مش 2 threshold هي اللي هتحكم الناس دي كلها. عشان كده اتسمت سياسة أو استراتيجية القادة. والتيت فورتات اللي هي سياسة العين بالعين، ورقم 3 التيت فورتات مع 10% forgiveness. طب يلا بينا بقى نشغل التوب من كل
من كل جروب مع بعضهم. هنضيف هنا الاوبورتيونست، ومن الكيوتك هنضيف الباترن بريكر، ومن الادابتيف نضيف ايه؟ نضيف الليرنينج استراتيجي 1 مثلا، والريتالياتوري تيت فور تات، والديسبتيف الاولويز ديفكت، والنايس يلا مفيش غيرها. تتوقع لما نشغل التوب اوف ايتش جروب مع بقيه الجروبس ايه اللي هيحصل؟ الليرنينج استراتيجي برضو هي اللي فازت. يعني لما يبقى عندك ناس من كل الاطياف المجتمع بس واحد بس بيمثلهم، فانت الليرنينج استراتيجي هتفوز، وبعدها سياسه العين بالعين، وبعدين سياسه الاوبورتيونستيك اللي هي الانتهازيه. بس مش السياسات اللي هي السيئه اللي هي غداره. مفيش اي سياسه غداره هتفوز. هتلاقي دايما ان الاولويز كوبريت اللي هي اصلا سياسه هبله جدا، هتلاقي دايما احسن من الكيوتك اللي هي احسن من الباترن بريكر. وهتلاقي ان الاولويز كوبريت قربت جدا من الاولويز ديفكت، بقوا جنب بعض تقريبا، مع ان ده كان العكس تماما في الاول في بدايه السيميوليشن بتاعتنا. طيب ايه اللي هيحصل لو ضفنا 2 ادابتيف مش واحده بس؟ تعال نشوف كده. هنضيف الاوبورتيونستيك اهي، وهنضيف واحده من الكيوتك اللي هي الباترن بريكر، وهنضيف الادابتيف الليرنينج استراتيجي 2 1، وهنضيف الريتالياتوري تيت فور تات مع 10% forgiveness rate، يلا مع 10% forgiveness rate، والاولويز ديفكت. وهنا نيجي نحط النايس. تتوقعوا مين اللي هيفوز في السيميوليشن ديت؟ يلا بينا نشوف ونجرب دلوقتي. الليرنينج استراتيجي 1 threshold، ثم الليرنينج استراتيجي 2 threshold، ثم الاوبورتيونست. يعني الليرنينج استراتيجي 2 threshold استبدلت التيت فور تات مع 10% forgiveness rate. احنا طبعا كنا حاطين 10% forgiveness rate، ما حطيناش التيت فور تات العاديه. لكن لو حطينا التيت فور تات العاديه، تمام، خلينا نجربها تاني دلوقتي. التيت فور تات العاديه اهيت. يلا نشغل السيميوليشن. التيت فور تات العاديه بقت هي رقم 3، والاوبورتيونستيك اتشال خالص. اذا على حسب الموقف اللي انت فيه بتاخد القرار بناء على سياسه معينه. لو انت الاليت، لو انت بتمثل الجماعه بتاعتك، لو انت بتمثل شعبك، لازم رقم 1 تشتغل بالليرنينج استراتيجي. لازم تتعلم من اخطائك، لازم تدي لخصمك فرصه ان هو يصلح من اخطائه. يعني لازم تقبل العفو مش بمزاجك. يعني لو انت ما قبلتش العفو هتخسر، لو انت ما قبلتش العفو مش هتجيب افضل نتيجه ممكنه لشعبك، مش هتجيب افضل نتيجه ممكنه للناس اللي انت بتمثلهم. ولو انت قيادي داخل الدولة، أو لو أنت شخص عادي من المواطنين، سياسة عدم السكوت عن الحق هي أفضل اختيار ليك بشكل عام مطلق كده. لو أنت بتمثل نفسك بس مش بتمثل الدولة، ولو أنت في موقف محدود. طب ماذا يحدث لو أنت مش في موقف محدود؟ أنت في موقف فيه كل أطياف البشر بلا استثناء. إيه السياسة اللي هتسود على كل الناس؟ لو كل الناس، الإنس والجن، الشياطين والملائكة، لو كل الناس موجودين في بوتقة واحدة دلوقتي، ايه السياسة الواحدة اللي هتنجح وهتكسبهم كلهم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسونيش من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.